السلام عليكم اخوتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كشري الحلة الواحدة بطريقة سهلة وبسيطة. يعني ايه؟ يعني هنعمل الكشري كله بمكوناته في حلة واحدة، هيبقى طريقة سهلة وهتسهل علينا الوقت. هنجهز الطلبات اللي جنب الكشري الاول. يعني هنعمل البصل وهنعمل الصلصة وهنعمل الدقة وهنعمل العيش. هنجهز التحابيش اللي بتبقى مع الكشري. هنقطع البصل حلقات، وفي الوقت ده قبل ما اقطع البصل هجيب كوباية او نص كوباية عدس بجبة، انضفه كويس قوي واغسله وانقعه في مية سخنة، اسيبه في طبق ولا حاجة، اغطيه لغاية ما اخلص الخطوات بتاعتي وارجع اجيبه تاني. هغلف البصل بتاعي بمعلقتين نشا، لو ما عنديش نشا هعمله بمعلقتين دقيق عشان بس تشرب المية اللي في البصل والبصل يطلع مقرمش. هتقلبيه كويس. بعد كده هتسخني زيت في الطاسة علشان تبداي تحطي فيه البصل. هبدأ احط البصل واحدة واحدة، يعني انا مش هحط كمية البصل كلها مرة واحدة، انا هحط شوية بشوية علشان يتحمر معايا بسرعة. وهتقلبي البصل بشوكة ولا حاجة ايدك فيه علشان تطلعيه. هتطلعيه على طبق فيه منديل ورق عشان ياخد الزيت الزيادة اللي فيه، يا اما هتطلعيه على مصفى. هتقلبي البصل لغاية لونه ما يلون معاكي. خطوات سهلة وبسيطة، واعمليه بالطريقة دي هيعجبك وهيوفر عليكي الوقت. احنا كنا مثلا بنسلق المكرونه لوحدها وبنسلق العدس لوحده لا، احنا المره دي هنعمل الخطوات كلها مع بعض. البصل بتاعي لون خلاص، قرب يتحمر. هقلبه بس بالشوكه كده كويس عشان يتحمر زي بعض. ما تشيليش ايدك منه علشان ما تلاقيش بصل احمر واتحرق والبصل التاني لسه ني. خلاص كده البصل بتاعنا اتحمر معايا. هبدأ اشيله زي ما قلتلك على طبق فيه منديل. لو اتقطع رفيع عن كده هيحمر برضو اكتر وهيقرمش اكتر. هخلص شوية دول وهبدأ احط التاني لغاية ما اخلصوا كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي. بعد كده بقى هنعمل الصلصة بتاعتنا. هنجيب فصين توم مهروسين وهنبدأ نحمرهم في معلقة زيت. الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل هنبدأ ناخد منه في كل الوصفة بتاعتنا، يعني هناخد منه للصلصة وللتقلية وللكشري وكل حاجة. انا خدت معلقتين زيت من اللي انا محمرة فيه البصل، وهبدأ اشوح فيهم فصين توم مهروسين. هكون مجهزة جنبي طماطم عصراها في الخلاط ومعلقة صلصة جاهزة او معلقتين صلصة جاهزة على حسب كمية الكشري اللي انت هتعمليها. هقلب التوم معايا كويس لغاية ما يحمر. بعد كده هضيف عليه معلقة الصلصة، وهنضيف معلقة الصلصة الاول علشان نطلع منها المادة الحافظة، وبعد كده نحط عصير الطماطم بتاعنا. طبعا ايدك في التوم لان هو بيحمر بسرعة ما بياخدش وقت. خلاص التوم بتاعي احمر، هجيب الصلصة هحطها واقلبها اشوحها مع التوم والزيت. كده بنتخلص من المادة الحافظة لان دي صلصة برطمانات جاهز. هكون مجهزة عصير الطماطم بتاعي هضيفه عليها، وهقلب بقى وبعدين هجهز البهارات. خلاص انا فضيت الطماطم بتاعتي هقلبها. هجيب بقى البهارات بتاعتنا علشان اضيفها على الصلصة بتاعتي وتدي الطعم بتاعها. معايا ملح، فلفل، كمون، شعر الشطة. دي البهارات الاساسية. لو انت عايزة تضيفي بهارات تانية ضيفيها براحتك. هسيبها بقى تتسبك على جنب لوحدها، وهاجي اعمل معايا الشطة اللي بتبقى جاية مع الكشري من المحلات في اكياس. هجيب برضو معلقة زيت مكان البصل،
هجيب بقى الشطة بتاعتي، ممكن تجيبي شطة ناعمة او شطة خشنة على حسب المتاح عندك. انا عندي شطة ناعمة خالص، فهبدأ احط منها معلقة او معلقتين. برضو الصلصة دي على حسب الشطة، على حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا بعد ما شوحتها كده لقيتها ايه يعني هطلع كمية بسيطة مش هتكفي، فزودتها شطة تاني وشوحتها معاها. هتشوحي الشطة بس مش هتتحرق، يعني مثلا ما تطوليش عليها عشان ما تتحرقش منك، انت هتشوحيها بس. بس انا زودت شوية كمان عشان بس ايه ازود الكمية بتاعتها شوية. برضو هتشوحيها فيها اهي معاها. خلاص انا شوحتها، هبدأ بقى اضيف عليها المية بتاعتي وهقلبها وهسيبها لغاية لما تاخد غلوة معانا على النار. في ناس بتحط عليها معلقة صلصة من اللي احنا عاملينها للكشري، وفي ناس بتسيب الشطة بس لوحدها ويبقى الصلصة عندك لوحدها. خلاص انا هسيبها تغلي معايا وبعد كده هطفي عليها النار. هي غلت كده هطفي بقى عليها النار وهسيبها على جنب. هنعمل دلوقتي دقة الثوم اللي بتبقى جاية برضو في كيس لوحدها. هنجيب معلقتين زيت، في ناس بتعملها على البارد وفي ناس بتسخنها على البوتاجاز. انا دلوقتي هعملها معاكم سخنة. لو انت عايزاها باردة هتجيبي فصين الثوم، هتحطي عليهم البهارات بتاعتك وهتدوقيهم وهتزوديهم شوية خل ومية. لكن انا دلوقتي هشوحهم في معلقة زيت او معلقتين زيت. هتشوحي الثوم بتاعك في المرحلة دي. احنا مش هنعمل زي الصلصة، يعني احنا مش عايزين الثوم يحمر، احنا هندبل بس الثوم علشان ما يبقاش ني. هتجهزي معاكي البهارات بتاعتك على جنب، الفلفل والكمون والملح. في ناس بتحط عليه ملح وكمون بس. هتشوحيهم معاهم عشان ياخدوا الطعم بتاعهم. بعد كده هتزودي معلقتين خل، وبعدين هتزودي بقى شوية مية وهتسيبيها لغاية لما تغلي معاكي. الدقة دي بتبقى جميلة واحسن من نية علشان ايه ما تتعبش حد. خلاص كده هسيب المية بقى فيها، هسيبها كده تغلي غلوة، ولما تغلي زي الصلصة الحمراء هطفي عليها. هي غلت معايا اهي، هطفي عليها بقى واشيلها اركنها على جنب. هتبرد براحتها خالص اما اخلص خطوات الكشري. بعد كده هنجيب العيش. طبعا كلنا بنلاقي عند بتاع الكشري عيش متحمر ناشف. احنا هنجيب العيش دوت. العيش ده بيبقى في اكياس في السوبر ماركت، بيبقى طري خالص وخفيف والطبقة بتاعته بسيطة قوي. هتجيبيه وتقطعيه زي ما انا بقطعه كده بالمقص. انا بلم بس العيش مع بعض عشان ايه يبقى مقاس واحد اهو. طريقة سهلة خالص. هتقطعي المقاس اللي انت عايزاه، بس انا بقطع المقاس الصغير ده بيبقى مناسب بصراحة في الاكل. خلاص هتقطعي العيش بتاعك. هتيجي بقى في الطاسة على النار، هتسخني الزيت وهتبداي تحطي العيش فيه. ما تسخنيش الزيت قوي عشان العيش ما يتحرقش بسرعة، يعني انت هتدفيه بس شوية وتبداي تحطي فيه العيش عشان يتحمر معاكي. طبعا العيش هتقلبيه ما بياخدش وقت خالص، يعني الوقت بتاعه اسرع من البصل بكتير. هتقلبيه على طول علشان ايه اول ما يحمر تشيليه. هتشيليه برضو على طبق في منديل ورق. ما عندكيش هتطلعيه على مصفى عشان يصفي الزيت الزيادة اللي بيبقى فيه. ده البصل العيش بتاعنا بعد ما اتحمر هيبقى لونه بالطريقة دي. هو هيبقى لسه سخن وشوية هيغمق سنة كمان، بس هو كده كفاية. انت هتطلعيه بقى في الطبق.
هتصفيه من الزيت كويس وهتحطيه في الطبق بتاعك او في المصفى، وهتبداي بقى ايه تجيبي بهاراتك. عندك ملح وكمون، هتقلبيهم في بعض وهتبداي ترشيه عليه. هترشيه عليه طبعا وهو سخن عشان يشرب الطعم بتاعه. هتقلبيه في بعض وهتسيبيه في الطبق بتاعك على جنب. كده العيش بتاعنا خلاص اهو، بصي مقرمش ازاي اه. هتسيبيه بقى على جنب. يلا بقى بينا نعمل ايه الكشري. هنجيب حلة هنحط فيها زيت من بتاع البصل اللي حمرناه برضو. هتقلبي فيه شوية شعرية لغاية ما تحمري الشعرية. هنصفي بقى العدس بجبة اللي كنا حاطينه في مية سخنة وهنجيبه جنبنا. هتقلبي الشعرية كويس وتحمريها. تكوني غاسلة برضو الرز بتاعك، وهتجيبي بقى المكرونة معاكي على جنب. هتجهزي كل الحاجات دي وبعدين هتبداي تعملي الكشري. لمي كل حاجتك جنبك عشان تعرفي تشتغلي على طول. الشعرية ما بتاخدش وقت، هتتحمر على طول. خلاص الشعرية بتاعتنا اتحمرت. طبعا لون التحمير ده تحكمي فيه براحتك بقى، انت عايزاه غامقة عايزاها تطفي عليها كده كفاية تكملي الخطوات بتاعتك عادي. خلاص انا كده ايه هي احمرت معايا كويس. هبدأ اضيف عليها الرز. في ناس بتحب الكشري الرز اقل من المكرونة زي بتاع المحلات، اعملي بالطريقة اللي انت عايزاها. هقلب الرز اشوحه معاها وهبدأ اضيف العدس بتاعنا ده كان منقوع بمية سخنة فيعتبر ايه اكنه نص سلق كده. هقلبه معاهم برضه اشوحه. هجهز جنبي مية سخنة بتغلي علشان هحتاجها دلوقتي. خلاص هحط بقى المكرونة الصغيرة وهقلبها تقلبتين برضو مع الرز والعدس والشعرية. يبقى احنا حطينا في الحلة الشعرية لما اتحمرت ضفنا عليها الرز وضفنا عليها العدس بجبة وحطينا المكرونة صغيرة شوحناها. بعد كده هحط بقى المكرونة الطويلة وهجيب المية المغلية بتاعتي اضيفها عليها. دي الملح بتاعنا عشان ما ننساهوش. هبدأ بقى ازود المية بتاعتي عليها. هتغطيها كويس علشان المكرونة دي احنا ما سلقناهاش، فانتي هتغطي الكشري بتاعك والمكونات كلها بالمية كويس. بعد كده تبداي توزعيها كده علشان برضو المكرونة السباكيتي دي ما تلزقش في بعض. وانتي حطيتي الملح بتاعك خلاص هتقلبيها كده كويس عشان ما تلزقش في بعض. وبعد كده هتغطي عليها الحلة. هتسيبيها لما تشر. كده انا قلبتها كويس. انا بظبط بس المية زي ما بقولك لازم تغطيها حلو بالمية علشان المكرونة ما اتسلقتش. خلاص كده انا خلصت. هغطي عليها وهسيبها بقى لغاية لما تشر. هبص عليها دلوقتي خلاص الكشري بتاعنا كده اتشرب المية. هوطي عليه لغاية ما يكمل سوا. وكده الكشري بتاعنا استوى. طريقة سهلة وجميلة ازاي، بصي ومفلفل معاكي وزي الفل. هتقلبيه كويس بس قبل ما تغرفي. وزي ما قلتلك عايزة تزودي كمية المكرونة شوية عن الرز زودي براحتك. قللي من الرز وزودي مكرونة. هبدأ بقى اغرفه معايا في طبق التقديم. اختصرنا الوقت، ولا سلقنا عدس لوحده ولا سلقنا مكرونة لوحدها ولا عملنا رز لوحده. بالعكس احنا عملنا كلهم في حلة واحدة وهيطلع طعمه جميل زي الكشري اللي بنعمله في كام حلة بالظبط. ادي الوجبة بتاعتنا خلصت. ده العيش اللي احنا حمرناه مع بعض، ودي دقة الثوم، وده طبق الكشري بتاعنا، ودي الصلصة، ودي دقة الشطة، ودي البصل بتاعنا. هحط بقى شوية بصل على الطبق
وهحط عليه معلقة صلصة، وممكن تسيبيه على السفرة بتاعتك وكل واحد يحط اللي هو عايزه، بس انا حبيت احط ده معاكم علشان تشوفي شكل الطبق في الاخر هيبقى شكله ايه. طريقة سهلة وبسيطة مش هتاخد معاكي اي وقت. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عايزة تسألي على اي حاجة اكتبيها عندي في الكومنتات هرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.